السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. أولا ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن عجبكم الفيديو. وزارة العدل تسقط في فضيحة ثانية. تسريب امتحانات المنتدبين القضائيين يثير ضجة. فضيحة جديدة تهز أسوار وزارة العدل صباح اليوم الأحد، وتتعلق بتداول الأخبار حول وقوع تسريب امتحان مباراة المنتدبين القضائيين. مصادر نقلت أن وزارة العدل سجلت حالة تسريب للامتحان الذي أجري بكافة ربوع التراب الوطني، ومنها حالتين في العيون ووجدة. وذكرت ذات مصادر أن تسريب هم امتحان مباراة توظيف المنتدبين القضائيين من درجة الثالثة سلم 10، والذي أجري بالنظام كوسيم، وانتشرت نسخا منه على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة البرق. وأشارت ذات المصادر إلى أن التسريب استدعى تدخل النيابة العامة التي أمرت بالتحقيق في القضية، كما تم توقيف متورطين من الطلبة. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أسئلة المباراة يتولاها مدير الموارد البشرية بوزارة العدل، وهو المسؤول الأول عن تجميع الأظرفة التي تحتوي على أسئلة وفتحها إلى عند انطلاق اختبارات. في ذلك السياق، عاش مركز كلية العلوم بتطوان التابع لجامعة عبد الملك السعدي صباح اليوم الأحد على وقع فوضى وسوء تنظيم خلال إجراء المباراة المنتدبين القضائيين. وعاشت الكلية على وقع تخبط وفوضى عارمة، ما جعل الامتحان يتأخر عن موعد لساعاته. يشار إلى أن امتحان القضاة يأتي في خصم استمرار الجدل الذي أثارته نتائج امتحان آلية لمزاولة مهنة المحاماة. وزير العدل عبد اللطيف وهبي كان قد أعلن أن وزارة العدل تلقت 85 ألف ترشيح لاجتياز مباراة المنتدبين القضائيين التي سيتم انتقاؤها 260 منتدب منها.